كفتة الرز دي أكلة مصرية صميمة. عندي مقدار كوبايتين رز أخدتهم غسلتهم من بالليل، وبعدين غسلتهم كويس أوي، وبعدين سِبتهم يتصفّوا، وبعد كده فردتهم على فوطة من بالليل لغاية الصبح، بعدين أخدتهم طحنتهم كويس أوي، وبعدين كمان هُم صفّوا على كوباية بعد ما اتطحنوا. نخلتهم علشان أطلّع منهم الشوية الخشنين دول، وآخد الشوية الناعمين دول اللي أنا هاشتغل بيهم الكفتة. ضِفت لها ملح وفلفل أسود و7 بهارات وكمان كمون، وضِفت لها كمان 3 فصوص توم وقرنين فلفل حارين وكمان بصلة متوسطة وضمة بقدونس، أوراق البقدونس هي بتتعمل بالشبت بس جربوها بالبقدونس طعمها حلو فعلًا. ضفت لها كمان ربع كيلو لحمة مفروم. بعد ما قلبتهم كويس هاخدهم على الكبة واطحنهم، يعني مرتين 3 حسب السرعة بتاعة الكبة بتاعتكم. أنا طحنتها مرتين وبتلزق معايا، أول ما بالاقيها بتلزق معايا باعرف إن هي كده اتطحنت كويس. كمان ضفت لها أوراق نعناع، لإني كنت نسيت أضيف لها في الأول، فضفت لها أوراق نعناع. في قلاية تانية ضفت زيت وزبدة، أنا باحب أشتغل بزيت الزيتون والزبدة على طول على فكرة، باحس إن طعم الأكل بيبقى أحلى. ضفت حمّرت بصلاية متوسطة، وبعدين ضفت لها كوبايتين من عصير الطماطم الفريش ومعلقة صلصة، وبعدين ضفت لها ملح وفلفل أسود، وكمان هاضيف لها رشة نعناع مجفف. هاقلّبهم كويس، وبعد كده هاغطّيها واسيبها تتسبِّك. علشان أصبّع الكفتة بتاعتي ما تلزقش في إيدي، عايزة طبق صغير وهاضيف فيه كده تقريبًا معلقتين زيت. بعدين هادهن إيدي بالزيت وآخُد قطعة من الكفتة تقريبًا في حجم عين الجمل كده، حجم الجوز. بعدين ألفّها في إيدي الأول، أصبّعها في إيدي الأول، بعد كده على طبق مسطّح. آآ يعني زي ما أنتم شايفين كده بافضل أحرّكها تحت إيدي، ألفّها وأبرمها كده علشان تدّيني الشكل المستوي ده، وتبقى طويلة ورفيّعة علشان لمّا بتيجي تتقلي معانا بتكِش، زي ما أنتم شايفين شكلها كده طويل. أول ما هتتقلي هنبُص نلاقيها كَشِّت على طول. أنا عملت كمان مع الكفتة عملت رُز بالشعرية، رُز مصري بالشعرية. آمم زي الطريقة اللي ماما بتعملها يعني، الطريقة العادية إن أنا باقلّب باحمّر الشعرية وبعد كده بانزل بالرز أدّي له تقليبتين معاها، وبعدين أضيف المَيّة وشوية ملح، وبعدين أسيبه على نار متوسطة لغاية ما الرز يتشرّب، وبعد كده أروح مهدية النار خالص وأقلّب الرز وأسيبه كمان يكمّل سواه. هنا أنا حمّرت مكعبات بطاطس مع صوابع الكفتة، وبعدين نزلت على التسبيكة اللي أنا عملتها، الصلصة اللي أنا عملتها، وهاقلّبهم وأحط معاهم قرنين فلفل حراقين حسب الرغبة، وبعدين أدّي لهم تقليبة كده وأسيبهم يستووا ويتشرّبوا من الصلصة. بعد ما تخلص وجهزت معايا وده شكلها في النهاية، رشيت عليها ورق بقدونس وقدّمت معاها الرز بالشعرية، وده كان شكلها في النهاية. الأكلة دي بنحبها كلنا، كنا بنسرقها واحنا صغيرين من المطبخ لما ماما كانت بتعملها، لأن هي طعمها وريحتها رهيب جدًا، في منتهى اللذاذة. وبس كده.